أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم طبيب العيلة، وكل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك، ويا رب يا رب يعيدوا علينا بالخير. يمكن دايما بنتكلم ان احنا في العيد ناس كتير جدا معدتها بتوجعها طبعا، وبنبقى خارجين من الصيام، بنبقى في كحك العيد. في ناس كتير جدا بعد الصيام رمضان اول حاجه بيفكروا فيها احنا عايزين بقى ناكل حاجه غريبه، عايزين ناكل الرنجه بقى، وعايزين ناكل التونه واكلات كده غريبه جدا. وطبعا مع الكحك وكميه بقى الكحك اللي احنا بناكلها بنلاقي نفسنا اول يوم ناس كتير جدا يا بتروح للدكتور او بيتصلوا بيه، ونلاقي ناس اخرى بتبتدي ان هي تشتري المهضمات، وكل يقول لك ده انا حصلت لي تلبك معوي، ده انا مش عارف اهضم. طبعا دي بتبقى مشكله جامده جدا. عشان كده النهارده عايزين نتكلم عن مشاكل الجهاز الهضمي في العيد، وازاي نقدر ان احنا ما نحرمش نفسنا ناكل كل اللي احنا عايزينه، ولكن ازاي ناخد الموضوع بتدريج. ما هي المعده دي عامله زي الطفل اللي كان بقاله مده، يعني طبعا هو ما بياكلش وبنحاول ان احنا ندخله الاكل تاني، فلازم نتعامل معاها بالراحه. خلونا نرحب بضيفي العزيز دكتور إيهاب مصباح، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بطب عين شمس. أهلا بحضرتك يا دكتور، كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيب يا فندم. ربنا يخليك دكتور. يعني احنا متعودين في شهر رمضان الكريم على نظام أكل معين. نعم. بنصوم، بنفطر على حاجات قليلة جدا. نعم. أنا آسفة في اللفظ، ما بنرمرمش كتير. صحيح. عشان في صلاة التراويح. نعم. بنيجي نتسحر بسيط جدا، أكلنا بيبقى بالراحة. نعم. مرة واحدة أول ما بنعرف إن بكرة العيد، نعم. سبحان الله، نعم. نلاقي نفسنا الشهية عندنا فتحت. نعم. وبنتعب. نعم. إزاي أقدر أرجع تاني؟ مهم. خليني أقول أنا أسفة للنظام العشوائي اللي كنا ماشيينه قبل رمضان، ولكن من غير ما معدتي تتعب. برحب بحضرتك استاذه رينيا، كل سنه وحضرتك طيبه. حضرتك طيب. والساده المشاهدين بخير يا رب، يا ربنا يجعله عيد سعيد على مصر كلها وعلى الامه الاسلاميه كلها جميعا. يا رب. استاذه رينيا، يعني شرع الصيام في الاول يعني نقول لسببين كبار جدا. السبب الاول وهو العباده الروحيه، ان الغرض منها هي التقوى. تمام. يا ايها الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى اذا المغزى الروحي من الصيام هي التقوى. النقطه الثانيه ان هي عباده جسديه. الهدف الرئيسي منها ان انا برتقي بالصحه لافضل حال ممكن. كويس. طيب خلينا اقول لحضرتك ان في عالم ياباني اسمه اوسومي. هذا العالم الياباني اخذ جائزه نوبل في 2016 على سياسه عملها اسمها سياسه التجويع او الستارفيشن. يعني ايه باختصار شديد؟ يعني الجسم البشري عند حرمانه من الاكل والشرب عدد ساعات معين يتراوح من 12 ل 16 ساعه، فبوصل بيه الى افضل صحه ممكنه لجميع اجهزه الجسم البشري، هو بين قوسين صيام رمضان. طب بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ بيعمل حاجه اسمها اوتوفاج. اوتوفاج يعني ايه؟ ان هي سياسه الخليه بتاكل نفسها، الخليه السامه او الغير صحيه بتتغذى على نفسها بالبلدي كده. كويس. الاوتوفاج ده حاجه طبيعيه ربنا سبحانه وتعالى خالقها بشكل تلقائي للجسم اذا التزمت بسياسه الصيام الصحيح. كويس. النقطة الثانية ان الصيام بيحقق لي حاجة اسمها ديتوكس، ودي حاجة شهيرة جدا، واعتقد كل اللي هو تخلص الجسم من المواد السامة بالظبط كده. تمام. النقطة الثالثة والمهمة جدا، بتبقى فرصة عظيمة جدا ان انا ممكن اقلل الوزن. انطلاقا من المقدمة دي، المفروض ان انا اكمل بهذا الشكل بعد انتهاء شهر رمضان. تمام. انا المفترض ان برضو في حديث نبوي ان من صام رمضان ثم اتبعه بستة من شوال فكانما صام الدهر، يعني اللي احنا بنسميها الستة البيض. كويس. بالظبط. دايما بنصومها تاني يوم العيد. احنا المصريين انا بتكلم عندنا هنا في مصر بالظبط. يعني من ايام الوالد رحمه الله عليه احنا دايما بنشوفهم كان لازم يصوموا تاني يوم ده على طول. طيب نستلهم من كده ايه؟ ان احنا
بنستكمل العباده الروحيه والعباده الجسديه والصيام بهذا الشكل. ليه؟ عشان ما ينفعش باي حال من الاحوال اللي انا ماشي بنظام غذائي معين اثناء شهر رمضان وفجاه تبدا الحرب الضروس ما بين الناس وما بين الاكل. تمام؟ التدريج والتدرج في النظام الغذائي بعد انتهاء شهر رمضان مطلوب جدا جدا جدا. الجهاز الهضمي هو الحيطه المايله بتاعه الجسم البشري، ان انا هو اللي بيظهر كل مشاكل الجسم. بالظبط كده. للاسف مظلوم جدا ان انا بعد بقى ما خلصت شهر رمضان على خير وبدات اللي انا افطر يعني ابدا بقى كده قلاب وايه ابعت، ما فيش الكلام ده. تمام؟ المفترض ان انا باكل بشكل تدريجي وبشكل صحي. ويا سلام لو انا طبقت السنه النبويه ان انا بدات اصوم. طب معلش يعني حضرتك كلامك جميل جدا، انا هرد عليك مكان مشاهدينا الكرام طبعا. تمام. يا دكتور، ما انا ابتديتها بالتدريج. انا كل اللي عملته انا صحيت خدت كوبايه شاي بلبن وكحكتين وبسكوتين وبتيفورتين، ويعني انا من كل حاجه 2. تمام. وهستنى بقى بعد كده عشان اتغدى. فاحنا عاملين رنجه، عاملين عزومه واتيفر، فما انا كده ماشيه بالتدريج. يعني اخدت 2 بسكوت و2 كحك و2 غريب. يعني مش هدوق، ما اكيد بقى هندوق الحاجات الجميله بتاعتنا. مع كوبايه شاي بلبن، مع شوب ومن غير سكر ومن غير سكر عشان السكريات. استاذه رانيا، ايه المكونات بتاعت الحاجات دي؟ دقيق ابيض. يعني بيوصلنا دايما نقول الاعداء اللدوده. ده الدقيق الابيض ده صح. طيب وسكر صح. ويا سلام لو زودنا الكميه مع شوب. طب حضرتك كتر خيرك اللي انت تشربي الشاي باللبن من غير سكر. لما انا دايما بسمع يتقال لك اهم حاجه بلاش شاي باللبن مع سكر. بالظبط يعني تمام. انما طب حضرتك كده يعني لحد كبير مظبطه حالك. الحمد لله انما خلينا لا خلينا نبقى واقعيين. الشعب المصري بيروح جايب طبق كعك وطبق بسكوت وطبق غريبه وشويه شوكولاته حواليه وشويه ترمس وحاجات جميله جدا بهذا الشكل وشوب كبير كده، خلي بالك، ويبدا ده كده فطاره على اساس ان هو ايه يعني رايح صحراء بعد هيقعد شهر ما ياكلش. ايوه انا بحس ان احنا اول يوم رمضان اول يوم يعني الفطار ده كاننا بقالنا ما بناكلش يا عيني. عارفه انت سياسه الحرمان. مع ان احنا في رمضان يعني مع اعتذار لحضرتك انا بحس ان احنا بناكل كتير جدا في رمضان. ليه بقى؟ عارفه ليه؟ عشان في ارث خاطئ في النظام الغذائي للمصريين. ان انا لو كلت هو ليه السمنه منتشره بشكل بشع في المصريين؟ منتشره يعني قوي. يعني خليني اقول لحضرتك لو عملنا نسبه احصائيه، هل ان السمنه في مصر زي السمنه مثلا في الدول الاوروبيه او في امريكا؟ هو امريكا نسبه السمنه فيها عاليه زي مصر. يعني انت يعني ناس بياكلوا بشكل زينا كده. هما يمكن تيك اواي بالنسبه لهم هو اللي بيتخنهم. احنا بالنسبه لنا بقى المحاشي والكحك بقى والحاجات الجميله. بس احصائيا اقل بكتير والله. لا الشعب المصري عنده ودايما السمنه بتكون الباب الشرعي للسكر وللضغط وللكبد الدهني وحاجات كتيره جدا. ليه؟ عشان احنا بناكل بشكل خاطئ. طب معلش انا دلوقتي اول يوم العيد طبيعي يا دكتور ان انا الاهل بيجوا هنعيد على بعض بنفطر مع بعض. المفروض اخد قد ايه كحك؟ يعني كم واحده كده من كل حاجه؟ قاعده طبيه مهمه جدا، لا افراط ولا تفريط ببساطه شديده. يعني لو خدت بسكوتين خلاص يا ست واحده من كل حاجه مع شوب او كوبايه صغننه كده شاي بلبن من غير سكر، جميل خالص. خدت طعم الحاجه، ما حرمتش نفسي من طعم الحاجه وتلذذت بالاكل اللي موجود ده دون ان الحق ضرر بصحتي. انما وبعد كده اتغدى عادي ما فيش مشاكل بقى. دي تعد وجبه. اخدت القيمه الغذائيه والسعرات الحراريه المطلوبه في وجبه الافطار. اخدت بروتين من اللبن، اخدت كربوهيدرات ونسبه دهون من برضه اللبن ومن الدقيق الابيض ومن السكر، خلاص انا مش محتاج اي حاجه تاني. انما ما يبقاش ده على ما الفطار يجهز اكون اكلت طبق من كل حاجه وبعدين اجي في الغداء اقول اتغدى. لا خالص. لا احنا بنحط دايما طبق الكحك والبيتيفور في الانتريه بقى بحيث ان كل حد رايح اللي رايح واللي جاي بيمسي بياخد له واحده كده وخلاص. على مدار يعني اليوم هتلاقي اخد كتير. طيب دايما احنا بنحب نقول لك ايه، احنا طول رمضان كلنا لحوم كتير قوي. فاحنا بقى ايه عايزين حاجه حرشه كده. احنا هناكل رنجه ونفتح لنا علبه تونه ونديها بقى الحاجات البسيطه ونديها الحنان في الحاجات دي. طيب وخلينا نكون صراحه كلنا بنحبها يعني. طيب. انا شخصيا بعشق الحاجات دي. خلينا اقول لحضرتك الاسماك عموما
خلينا نقول لو يا اما اسماك مشويه، يا اما مقليه، يا اما بشكل اللي هي الاسماك المملحه اللي بنتكلم عليها، يا اما بقى صواني وطواجن وحاجات كده. مش ده الحاجات اللي طيب. وفي الاغلب هتلاقيهم دايما هتبقى الحاجات البسيطه اللي هي لو ما فيش عزومات، الرنجه والتون والعيش كده والبصل، ويقول لك زي الفل. التونه من الحاجات الجميله زي الفل، يعني التونه ما فيش مشاكل فيها. انا موافق 100% عليها. جميل ماشي. والقيمه الغذائيه فيها كويسه وكويسه خالص. حتى الاطباء السمنه والكلام ده، بس اهم حاجه تتغسل من الزيت. طبعا 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 بتتصفى كويس تمام. ولا هي تونه كويسه ما بيبقاش فيها زيت كتير يعني بتبقى فانا موافق 100%. طب والرنجه بقى والكلام ده برضه ما فيش مشكله، بس يبقى مصدر امن انا جايب منه، لان في نوع شهير من البكتيريا بيعمل تسمم وممكن انا عايزه افهم موضوع التسمم ده يا دكتور، عشان يعني انا عاصرت ناس كتير جدا كلوا رنجه ومعلش يبقوا عيله بالظبط 5 بالظبط كلوا رنجه، 2 جالهم و2 ما جالهمش، ويقول لك احنا واكلين من نفس الرنجايه اللي هو واكل منها. ليه واحد يتصاب واحد لا؟ خليني اقول لحضرتك على السؤال ده سريعا. لو احنا قلنا ان احنا جبنا منجايه كويس وقسمناها نصين، انا اخدت نص وحضرتك اخدت نص، بس هاخد النص الاكبر. ماشي ماشي. عامه انا اكلي مش كتير فهسيبها لك. ممكن انا يحصل لي حساسيه واهرش وحضرتك لا، بالرغم ان هي نفس المنجايه. ايه دي حساسيه؟ ما انا بقول لحضرتك اهو. يبقى اذا ان في جسم بيختلف عن جسم. في ايه بقى؟ الخريطه الجينيه بتاعتي غير بتاعت حضرتك، صح؟ ممكن انا اكون عندي استعداد في الجهاز الهضمي حساس بشكل معين مش عند حضرتك. ممكن اكون انا اكلت بشكل اكتر من حضرتك شويه، وهكذا. فدي كلها عوامل. يعني ممكن الكم العوامل الجينيه تختلف، طبيعه المعده، طبيعه الجهاز الهضمي بالظبط. كل دي عوامل. بس العامل المشترك ان انا لما اكلت الاسماك المملحه الغير صحيه اللي جايه من مصدر مجهول او مصدر غير مضمون ادى الى تسمم ببكتيريا. ماشي. ممكن زي حضرتك قلت كده عيله بالكامل تتاثر. بالظبط. يبقى انا لازم ان انا اجيب من مصدر موثوق فيه، تمام. وان انا يعني عند تناولها بالنسبه للرنجه يفضل ان هي تبقى برضو عدم الافراط في الكميه بتاعتها بشكل يعني مبالغ فيه، وتبقى برضو دي وجبه لوحدها. يعني ما اكلش دي حاجه تصبيره كده على ما اتغدى، لا خالص. تمام. بس ده بالنسبه لي. اما بالنسبه للفسيخ انا دايما يعني الناس بتوع الفسيخ هيزعلوا مني، بس دايما انا بقول ده قنبله موقوته. مش اي حد اللي بالظبط كده، الا ما ندر. يعني ايه؟ يعني لو معمول بشكل كويس وبشكل صحي وبشكل امن برضه ممكن ناخد مع عدم الافراط في الكميه. بس علما بان الرنجه غالبا بيكون اكثر امانا من الفسيخ، لان الرنجه المفترض ان هي بتبقى يعني طبيعه التصنيع بتاعها اسماك مملحه عاديه مش اكتر من كده. انما الفسيخ بيبقى يعني بيخش في مراحل اذا ما كانتش يعني تطبق فيها سياسه الامان الصحي بشكل كامل وعليه مراقبه وجوده وبهذا الشكل، فبتبقى قنبله موقوته فيها كميه من البكتيريا اللي ممكن كافيه انها تعمل تسمم يؤدي الى الوفاه. لا اله الا الله. دي صعبه طبعا جدا. بالظبط. طيب مش هقول ان كل الناس هيقدروا يشتروا رنجه، عشان انا سمعت ناس دلوقتي بتقول لك يا عم الرنجه بقت غاليه والحاجات دي غاليه، ما مش هنجيبها، انتوا قاعدين بتتكلموا في الهوا والاسعار الحاجات دي بقت عاليه. طيب احنا بقى زهقانين من اللحوم الكتير اللي كلناها، او بلاش لحوم، كلنا محاشي وحاجات زي كده، فاحنا هنديها كشري. كشري بقى بالدقه بالبصل انت حد مسلطك عليا. يعني من كحك قريبه للرنجه. على فكره انا بقول لك حاجات انا ما باكلهاش خالص، يعني انا لا باكل رنجه ولا باكل كشري ولا كل الاكل ولا حتى الكحك. انا عايز اقول لحضرتك ان الكشري المصري ده يعني مفيش دوله في العالم بتعمله بهذا الشكل غير مصر. لا احنا بقى لازم يعني بعديها في العيد كده الكشري والشطه حتى مش بيسموه بصل، الورد الكتير بتاعه بالصلصه، وهو ده عشان زهقنا. في الناس بقى بتتعب. خليني اقول لحضرتك ان يعني حضرتك بتتكلمي في كميه نشويات بالهبل. طبعا. بتتكلمي في كميه بهارات كتير قوي. دي وجبه يا دكتور، دي وجبه. طب انا موافق عشان برضو ما نقفلش الباب. بس وجبه كميه قليله ويبقى الحاجه مسلوقه، مع عدم الافراط في الشطه، مع عدم الافراط في البهارات، مع عدم الافراط في الحاجات اللي هي بقى المقليه. البصل اصل في حد ممكن يعمله بشكل ده البصل ده المفروض ان هو يتقال البصل صحي. طيب. وبيحمي الجسم من الامراض وكل الكلام ده. بصي، قاعده طبيه مهمه جدا، دايما الرجوع الى الطبيعه افضل. يعني لو احنا قلنا مثلا ان في فاكهه او خضار اورجانيك وفي فاكهه او خضار عادي،
هتلاقي ثمن ده زي ثمن ده؟ لا طبعا ليه؟ استحاله. ليه؟ ما هو نفس تقريبا نفس الطعم، مش فارق كتير، بس حاجه اورجانيك، حاجه طبيعيه 100%. دايما الرجوع للطبيعه هو الافضل. فلما نقول البصل مفيد، مفيد في وضعه كده. لما نقول التوم مفيد، مفيد بوضعه كده. يعني مش يتطبخ ولا بالظبط. كل الكلام زي ده، هقول عشان لحضرتك ده بيبقى مشبع كمان بالزيت. بالظبط. هقول لحضرتك حاجه جميله قوي. ما هو نوع الزيوت او الدهون الاقل ضررا؟ تخيلي كده، كل الناس هتقول لك عباد الشمس، او كل الناس طب ايه راي حضرتك ان كميه الدهون اللي في زيت عباد الشمس اكتر من النوع اللي اقول لحضرتك عليه ده، اللي فيه اقل كميه دهون وزيوت؟ هتستغربي. زيت السمنه البلدي. طول عمرنا عايشين. خليني اقول لحضرتك بس في نقطه بقى خطيره، عشان دي نقطه فاصله. السمنه البلدي هي اقل نوع من انواع الزيوت والدهون اللي فيها دهون مشبعه، شرط عدم اقترابها من نار. يعني طب معلش، ما انا لازم هطبخ بيها ده. لا، ما لا يبقى كده زيها زي التاني. طب ممكن بقى نعمل ايه؟ انا عامل شويه فول، احط، واعتقد الناس اللي ما تاكلش حطيه في الطبق زي زمان بقى اهالينا لما كانوا بيجيبوا السمنه يحطوها على طبق الفول وتشوف شكلها كده بس كده ماشي. حضرتك عامله محشي، تمام، قطعه بعد ما خلصت وتمام حطيتها فوقه، وده ماشي وهكذا. وفي ناس بتاكلها على فكره كده بالعيش. كان زمان اهالينا في الصعيد بيعملوا كده، كانوا بيشربوها ده بالظبط. يعني انا افتكر جدي رحمه الله عليه كانوا بيشربوا السمنه البلدي. افتكري بقى، افتكري كده إن لو احنا عملنا يعني استقصاء سريع كده، الفئه العمريه للجيل القديم كان كتير، ودلوقتي كانوا بيزهقوا من الحياه. ودلوقتي لا دلوقتي معدل الوفيات في الشباب لا وكمان الشباب بيعيا بسرعه، يعني القلب ده كنا بنسمع. برافو عليك. ده النقطه الاولى العمر، النقطه طبعا كل حاجه بامر الله، بس اخذا بالاسباب. النقطه الثانيه الحاله الصحيه بتاعت اهالينا، جدودنا وابهاتنا وعلى فكره السمنه زمان، يعني برغم ان اهالينا كانوا ممكن بيشربوا السمنه ما كانش زي وبياكلوا حلو، بس ما كانوش بالتخن اللي بنشوفه دلوقتي. واحتياجهم للاطباء كان قليل. يعني كان الدنيا ابسط من كده خالص. تمام بالظبط. يعني وكانوا بياكلوا كحك وبياكلوا كل حاجه، بس كانت حاجات طبيعيه وحاجات. طب هل اقدر اقول ان التغير البيئي غير في طبيعتنا احنا الجينيه، ما بقاش يخلينا ان احنا جسمانيا او صحيا بنستحمل؟ عامل من العوامل هو التغير البيئي، لان هو نفس الاكل الكحك وتغير سلوك الناس. يعني احنا بنتكلم برضو، خلينا نقول ان زمان كان كل حاجه طبيعيه. انا زمان من الاجيال اللي يعني نقول من 100 سنه فاتت مثلا، كان كل حاجه طبيعيه، صح؟ طب هل كل الزرع دلوقتي اللي موجود في مصر وغير مصر طبيعي؟ لا اكيد برضه الرش والحاجات دي اختلفت. طيب هل الطيور اللي كانت بتتربى مش دي طيور طبيعيه 100%؟ هل زي الطيور دلوقتي؟ حتى ريحه اللحوم نفسها لما كانت بتطبخ كانت تقلب، يعني كان ريحتها 10 شوارع. دلوقتي انت بتعمل نفس اكل والدتك الطعم ما تشمش. لا ما بتشمهاش. صحيح. يعني صحيح. لحم الخرفان ما بقيناش نشم جماله زي ما كنت تبقى داخل عند والدتك من تحت تعرف. هي دي النقطه اللي احنا نقول الرجوع للطبيعه، ان كان زمان كل حاجه طبيعيه. يعني الاكل اللي بياكله الطيور والاكل اللي بياكله الحيوانات حاجات طبيعيه 100% غير دلوقتي. زائد ان سلوك الناس، التدخين، التوتر، القلق، الارق، قله الراحه الذهنيه، تفكير طول الوقت، عدم ممارسه الرياضه، التدخين. طب ما برضه زمان ما كانوش بيمارسوا رياضه، خلي بالك. بس خلينا نقول ملوثات البيئيه. هي دي برضه اثرت علينا. شوفي تعداد مصر كان قد ايه، وارجعي كده للصور الابيض واسود، شوفي مصر وكانوا زمان على فكره بيمشوا مسافات. يعني انا افتكر كنت بسمعهم يقولوا ان هم ممكن مع جمال الطبيعه او الفضيان ده ممكن يمشوا مسافات كتير قوي. صحيح. ودي في حد ذاتها هي دي الرياضه. دلوقتي اعتقد ان يعني اللي عنده عربيه تمشي خلاص. لا، واللي عنده عربيه اصبح اتعودنا مريض ده ما يعرفش يمشي 10 خطوات. انت لو رايح البقال اللي جنبك او السوبر ماركت هتبقى عايز تركب عربيتك. صحيح بالظبط كده. طيب دكتور، يعني انا لما اجي اكل الكشري انا ما عنديش مشكله، بس مش كميه، بس بشرطين. الشرط الاول ان حضرتك ما تكونيش مصنفه مريضه جهاز هضمي. يعني عندك ارتجاع مريء، عندك لا استنى بقى، ده 3/4 الشعب المصري عنده ارتجاع مريء. والتلت التاني عنده لا عندهم جرثومه. والتلت التالت عندهم التهابات في القولون. حلو قوي. انا اكيد كل واحد عارف ان انا لو كل ده هيتعب، صح ولا مش عارف؟ عارف وجرب. يبقى اذا هذا الشخص اللي عارف لو اكل ده هيتعب بلاش منه. طب نفسه راحت ليه؟ يبقى بالظبط. يبقى يعني كميه قليله جدا
الحاجات المسلوقه اللي هي المكرونه مش عارف اللي شكلها ايه، والمكرونه ايه وايه وايه، ما عنديش مشكله، والعدس ما عنديش مشكله، مع بقى اقلل جدا من كميه الحاجات اللي بتتحط عليه. يعني الصلصه الصلصه بقى اقلل، والثوم والثوم والخل والشطه والليمون اقلل بقدر الامكان، لان انت حضرتك عامله وجبه فيها كميه مهيجات للجهاز الهضمي. هو عامة الناس اللي عندهم التهاب قولون، ارتجاع في المريء، جرثومة معدة، ما ينفعش بأي حال من الأحوال إن هم لا خل ولا توم ولا صلصة. هو ينفع ناكل الرز والعدس والمكرونة، حضرتك جايباهم بقى في وجبه واحده، مشكله، لأن دي كمان محفزات افراز الحمض المعدي، الحمض بيبقى وبالتالي اوفر. بالظبط كده. طب معلش، انا قبل ما هاكل الكشري بقى انا هاخد دواء المعده اللي يبطن لي معدتي، وهقعد نص ساعه وهاخد، بس مش عارفه ليه برضو برغم اني خدت الدواء انا محتاجه المهضم. طيب انا موافق على كل ده، بس شرط يبقى كميه قليله برضو يعني انا هاخد الدواء هو يا دكتور، يعني عايز ايه تاني؟ ما حضرتك هتاخدي كميه قليله علشان الافراط فيها هيزود الحمض بشكل المعده، يعني هتستطيع انها تتعامل مع دواء المعده لغايه حد معين. يعني مش معنى ان انا خدت الدواء ان انا هقدر اخلص الطبق بقى وبراحتي. ما كانش حد غلب، كان كل الناس تاخد قرص المعده على قبل الفطار وتاكل كل حاجه. طب ما انا باخد قرص المعده قبل الفطار وممكن قبل العشاء كمان، وبيحصل لي حموضه وحرقان وارتجاع مريء. يبقى اذا النظام الغذائي السليم هو قبل ما اكون باخد الدواء كمان. طيب دكتور، في ناس يعني هم او 3/4 بصراحه الحموضه دي بتبقى مشكله جامده قوي. وارتجاع المريء كان يعني اصبح دلوقتي مرض العصر وحاجه يعني منتشره جدا. ليه بقى منتشر يا دكتور؟ يعني عشان سلوك الناس مدام ريني، عشان سلوك الناس. يعني خليني اقول لحضرتك المسكنات، قطاع كتير جدا من الناس بتاخد مسكنات من الاسباب اللي ممكن تعمل التهابات في جدار المعده، وممكن تنشط جرثومه المعده. وبالمناسبه جرثومه المعده يعني دي برضه منتشره على جدا. وبعض المعلومات السريعه كده، هل تعلم ان جرثومه المعده موجوده عند 50% من البشر اصلا يعني مش وفي ناس عارفه تتعايش معاها. ده انا بقول لحضرتك لا، موجوده، يعني هي موجوده بالفعل بدون اعراض بدون مشاكل. ده ما فيش مشكله خالص. وال 50% من البشر التانيين اما ان هم ما عندهمش خالص، واما ان عندهم بشكل مرضي. فانا لازم ابقى فاهم انا عندي ايه. هل انا عندي جرثومه معده ادت التهابات في المعده فقط، ولا هل انا عندي قرحه في المعده، ولا هل عندي قرحه في الاثنى عشر، ولا هل عندي ارتجاع مريء؟ انا فين من الكلام ده؟ عشان كده لازم اشخص حالتي كويس. لو انا عندي حرقان وحموضه، ده عرض وليس مرض. يعني ايه السبب؟ هل انا مصنف ان انا عندي ارتجاع مريء مزمن؟ وبالمناسبه ارتجاع المريء المزمن لا يشخص الا بمنظار علوي للجهاز الهضمي. بالظبط، يعني مش اي حد يقول ان هو عنده ارتجاع، ولازم بتحددوا الدرجه كمان. برافو عليك، برافو عليك. انا اولى ولا ثانيه ولا ثالثه؟ بالظبط. بختلف جدا 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 مع الناس اللي تقول انا عندي ارتجاع مريء، عندي حموضه يساوي عندي ارتجاع مريء خالص. الحموضه دي عرض. ممكن انا يعني ممكن اكون انسانه طبيعيه ما عنديش اي حاجه، ويقول لك بشكل عرضي ان انت حضرتك اكلت حاجه طلعت الحمض شويه عدوا حصل خير. طب هل في حاجه اسمها انا طبيعتي او طبيعه معدتي ان اي حاجه باكلها بتعمل حموضه؟ لا. يعني سلوك حضرتك بص حضرتك، المفترض ان انا لما باكل الاكل بينزل عبر الفم، عبر القناه الهضميه، وبيطلع بيبقى في حاجه اسمها افراز القناه الهضميه، بيطلع حمض من المعده، وبيطلع سائل مراري، وبيطلع سائل من البنكرياس، وهكذا. المفترض ان السوائل دي بتجتمع كلها في هدف واحد، هو هضم الاكل، ثم ان هو يمتص عبر الغشاء المخاطي للامعاء ويصل للدم. جميل. طيب الحمض ده المفترض ان المكان التشريحي بتاعه وداخل المعده، ما يعديش فوق للمريء. طب ايه اللي بيخليه ما يعديش؟ ان في الله سبحانه وتعالى خلق صمام عباره عن بوابه الفؤاد. بالظبط كده، عضله من العضلات الملساء اللي بتنقبض فتمنع ارتجاع الحامض او المحتويات المعده من الاكل الى اسفل المريء. طيب لو هذا الصمام حصل فيه نوع من انواع الارتخاء، يعني بين قوسين بالبلدي كده موارب، مش قافل 100%، ايه اللي يحصل؟ يحصل ان جزء من المعده من اللي هتطلع الحمض، او جزء من محتويات الاكل اللي في المعده هيعدوا من الحته المواربه دي. هيبدا ان اسفل المريء الغشاء المخاطي بتاعه معد او ربنا سبحانه وتعالى خلقه ما ليس لديه الاستطاعه ويستقبل الحمض بتاع المعده. فبيبدا يحصل تآكل لاسفل المريء، وده حاجه سيئه جدا لان بيدي الم غبي.
بالظبط. وبالمناسبه يعني الشيء بشيء يذكر، مرضى ارتجاع المريء لما شخصهم ان انا بمنظار علوي للجهاز الهضمي، ولما شخصهم ممكن بعمل حاجه اسمها دراسه حمضيه اسف المريء، بصنفه زي حضرتك قلت كده بالظبط، ان خلاص اصبح ان هو مريض مزمن لارتجاع المريء، بقول له خلي بالك بقى، لان بيحصل لغط كبير جدا مدام رنا في القصه دي. هل تعلمي ان هو ممكن يحصل لغط ما بينه وما بين مريض القلب؟ يعني ممكن يبقى عنده ارتجاع في المريء. لان اساسا الازمات اللي بتيجي بتبقى شبيهه لازمات القلب جدا، لدرجه الانسان لو نام على ظهره او نام على جنبه اليمين بيستشعر بالازمات دي وبيبقى فاكر ان دي ازمه قلبيه، ولكن في انا عايز اقول لحضرتك ان في، برافو عليكي، فئه معينه كتير جدا من الناس من المرضى ممكن ان هم يتجهوا خطا ويروحوا لمريض القلب ويعمل رسم قلب ويطلع سليم، بس هو في الحقيقه ما عندوش حاجه. ده مش كده بس، ده ممكن بعد رسم القلب يعني يبدا يعني يتطور شويه في الفحوصات، يعمل رسم قلب بمجهود كويس، يعمل حاجه اسمها ايكو بالمود الدوائي كويس. الازمات دي بتيجي برضو اذا اجتمع الارتجاع مع الفتق. هو الارتجاع مع الفتق الاثنين مع بعض بيعملوا ازمه اوفر. هو فتق الحجاب الحاجز سبب مباشر للارتجاع بالظبط. وممكن يكون الارتجاع بدون طبعا الفتق الحجاب الحاجز بيخلي الدنيا بقى ما بتخلي بقى الازمه بالزبط. يعني بتبقى بنفس حده ازمه الازمات القلبيه بالظبط. اكمل حضرتك ان ممكن هذا الشخص مع طبيب المعالج بتاع القلب، وانا بعذر طبيب القلب في الحاله دي بالمناسبه، انه ممكن يوصله ان هو يدخله ويعمل له قسطره تشخيصيه للشرايين الارتجاعيه، متخيله؟ وكتير جدا بنشوف مرضى بهذا الشكل يا جماعه. لا يعني وبتبقى برضو مشاكل بالنسبه للاحبال الصوتيه، الناس كتير جدا كتير. بتروح وتتعالج بسبب الاذن الوسطى وبسبب الاحبال الصوتيه، ويقول لك ده انا في بلغم وفي مشاكل في الزور عندي وفي حرقان ويبتدوا ياخدوا ادويه وكحه، وعندي كحه. هكمل لحضرتك. هذا المريض لما ده فئه كده ممكن يتشخص مريض قلب خطا، ماشي. طيب حد تاني زي حضرتك قلت كده ممكن يشتكي من بحه في صوته، طب ويبدا ان هو صوته يتغير، فيروح لدكتور انف واذن، دكتور انف واذن يعمل له منظار تشخيصي للحنجره، يطلع ايه؟ ارتجاع مريء، يبقى ده يتعالج. ماشي. زمان ما كانوش بيعرفوها، دلوقتي بقوا يعرفوها. موجود بالظبط. النقطه برضه ثالثه ان ممكن واحد بيكح. طب ايه الكحه ده عباره عن ايه؟ عباره عن جزء من الحمض نزل الرئتين، شرقه كويس. خليه يروح ل100 دكتور صدر، وخليه ياخد بخاخات، وخليه يعمل جلسات ولا الهواء. ارتجاع المريء يا جماعه مرض مهم جدا جدا جدا، تشخيصه سهل، واذا طلب من احد الاشخاص انه يعمل منظار علوي للجهاز الهضمي عشان يتشخص ما يخافش، بيتعمل في 10 دقائق وبيروح بدون اي مشاكل خالص، وبس يتشخص بشكل سليم. اهم حاجه يا جماعه اللي يحصل له ده ملوش سن، يعني ما تجيش تقولوا ان ده طفل صغير او ولد صغير، لا، روحوا للدكتور، لان الارتجاع لو زاد بيبقى نتيجته مش كويسه. تعالوا بينا نروح لفاصل سريع ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم مرة أخرى. وساعات كتير جدا بقى إيه ليلة العيد دي، أول حاجة بقى إيه ننزل عايزين نشتري بها إيه، إحنا سهرانين عشان صلاة العيد، فعايزين نروح المقلة، عايزين بقى نشتري اللب الأبيض بقى واللب الأسمر وشوية سوداني بقى كده. مش هقول مكسرات غليت، فخلينا إحنا في اللب والسوداني هنشتريهم. وعايزين بقى إيه يا جماعه وانتوا جايين كده كل واحد يجيب شوب بقى، بس عايزينهم الملونين، بلاش اللون الاسود مياه غازيه سودا، بس عايزين بقى ايه ناخدها ملونين. ويا ريت تجيبوا الفواتح عشان الغامق وحش، فاحنا هنشرب ايه البرتقال، وهنشرب اللي هو الحاجات اللي بليمون دي عشان نقدر نهضم. واحنا خلاص بقى خلصنا الصيام، فالواحد بيحتاج حاجه ايه ظريفه كده يشربها، ترطب على قلبنا وترطب على معدتنا.
لكن طبعا نصحى الصبح، طبعا بالليل بنقضيها لب عشان نستنى صلاة العيد. نيجي بقى ايه الصبح نبقى حاسين ان احنا معدتنا دي نار. فانا هاخد لي بقى كوبايه كده، بس مش هشرب غامق، الغامق ده وحش جدا وبيبهدل المعده. الفاتح بقى ده صحي، اصل الفاتح ده ابن حلال يعني. ده صحي. وحتى الدكاتره بيقولوا انه لما حد يكون عنده تلبك معوي اشربوا الفاتح عشان الفاتح ده كويس. رايك ايه؟ ربنا يفتح عليهم. خليني اقول لحضرتك ان حضرتك عبر الاسئله البسيطه دي كبسولات طبيه قويه جدا جدا جدا. ان كثير من الشعب المصري بيقوم بعادات غذائيه خاطئه جدا جدا. اولا اعتقاد خاطئ تمام الخطا ان المياه الغازيه، ان السمراء او البيضاء كلها ضاره بلا شك. يعني حتى الابيض ماشي، بس يعني في بعض اقلهم ضرر، اقل ضررا بس برضو ضار. ومن المسببات اللي بتزود الحموضه بالمناسبه. وعلى فكره الناس اللي عندهم ارتجاع مريء لما بيشربوا الحاجات دي يا جماعه، مش شرط السمره، الحاجات دي بالنسبه لهم ما اعرفش بحس ان هي بتتعبنا قوي. بالظبط. هي بص، هي ممكن يكون فيها في مكوناتها حاجه قلويه شويه فبتعادل الحموضه مؤقتا. ثم يبدا حاجه اسمها ريباوند هايبر اسيديتي، ان يبدا يحصل ارتجاع او الافراز الحمض المعدي بشكل اكتر. فبتزود زيها زي الشوكليت بالظبط. يعني الشوكولاته دي بتريحنا وبنبقى حابينها جدا ونبقى مستمتعين بيها، عدي بس نص ساعه كده. طب خلينا بس نقول طالما جبنا سيره الشوكولاته، ان في ناس يعني مدمنه شوكولاته. الشوكولاته البلاك شوكولات ده كويس، دي كويسه بس برضو بحدود. ماشي. اي حاجه بقى يعني مصنعه بشكل بقى وعليها بلاش منها. لانها فعلا يعني انا كنت مدمنه شوكولاته، بس لما جالي ارتجاع لا، يا كانت الاول بتهديني فعلا كويسه، بس اكتشفت كلام الدكاتره صح بعدها بنص ساعه بقى شوف نتيجه بالظبط. الاحساس اللي انت بتحسه. وتلاقي معدتك كتله نار ما تبقاش عارف انت اكلت ايه، مع ان انت مش واكل غير شوكولاته. بالظبط كده. اللب بقى اللب بقى وما ادراك باللب. وما ادراك باللب. انا دايما بنقول يا جماعه الواحد يتلذذ بالاكل بدون الحاق الضرر بجسمه. يعني انا عاوز اكل لب ما عنديش مشكله، اكل لب برضو قليل جدا، يعني شويه صغننين يعني مش الربع كيلو ولا النص يعني ما نزودش عن 3 4 كيلو بس كده. يعني شويه صغننين كده من كل حاجه وخلاص. مش ما يبقاش ان انا برضو اقعد بقى اصلي يعني. وبعدين في سياسه غريبه جدا عند المصريين، سواء الاكل العادي في الوجبات او اللب، ان انا اقوم لما الاكل يخلص او اقوم لما اللب يخلص. ما بنحبش نسيب الطبق مليان بصراحه. عشان كده دايما نقول ايه؟ عشان ربنا يدعي لنا. اعتقاد خاطئ 100%. ان انا طيب بسيطه خالص، نخلي الطبق اللي انا اكل فيه صغير، احط حبه صغيرين بالظبط، احط طبق صغنن كده احط فيه شويه لب صغننه من ده وده وده وشويه سوداني، كل ما خلصت الطبق وقمت وخلاص. تمام. انما طول ما هو جنبي، طول ما انا بسحب وباكل، ده مشكله. دايما الافراط في اي حاجه حتى لو حاجه كويسه بتتعب. انما لو خدت قليل من طعم كل حاجه وتلذذت واستمتعت بطعمه جميل. طب ايه جدا. معلش انا اكلت كتير، ايه مشكله اللب؟ يعني انت عايز تقول لي ان اللب هيضرني في ايه؟ هيزود الحموضه، هيزود الحرقان، هيزود في بعض الناس حركه الامعاء بتتاثر جدا، ممكن يعمل لو زودت اسهال. ماشي. بيبقى في مكوناته بيبقى فيه ملح صح. ممكن يزود الضغط لو زودت في مرضى الضغط، ومشاكل انا في غنى عنها يعني. وعلى ما اعتقد الزيوت اللي بتبقى موجوده في السوداني دي بتعمل شرقه لاصحاب الارتجاع. واعتقد الناس كلها مجربه واللي ما لهمش ارتجاع مريء لو زود والله لو زود يعني انا عارفه الارتجاع بيحصل شرقه لو زود في اي شخص حتى طبيعي 100%. واللب بيعمل عسر هضم 100%. ده اساسي 100%. يعني عشان كده الناس تقول لك انا هاكل لب عشان ابقى شبعانه كده ما اكلش كتير. بالعكس، انت كده بتملى بطنك وبتدي. وغالبا الاكل اللب بيتبع بشرب كميات كبيره من الميه. فانت حضرتك مليتي بطنك يعني بدون اي استفاده غذائيه، واخدتي سعرات حراريه كتير. هي اللب سعراته حراريه كبيره برضه. من الحاجات برضه حتى لو انا جبته من غير ملح. ما احنا متفقين ان انت بتبالغي في الكميه. احنا بنتكلم دلوقتي انا مش هجيبه بملح يعني برضه هيبقى سعراته عاليه. احنا متفقين اللي هي عدم الافراط في اي حاجه. هتاخدي قليل من كل حاجه ما فيش مشكله، انما هتبالغي في الكميه. تمام. ونزيد الطين بله بالمياه الغازيه، تبقى الموضوع سيء جدا يعني.
طبعا الكحك والبيتيفور والحاجات دي ما تنفعش من غير المياه الغازيه، عشان انا بحس كده ان انا لما باكل الكحكايه وامسك كوبايه الحاجه الساقعه كده، بحس انها بتساعدني في الهضم كده، وبحس كده ان هي ادتني طراوه حلوه. آه، اتفقنا ان انا ما عنديش مشكله في الكحك والبسكوت والغريبه بدون الافراط، واحده اه لا، اتنين. انا بتكلم بقى على الجزء التاني بقى، المياه الجزء الغازيه الثاني بقى. ده وده انت كده بتحطي يعني قنبله موقوته برضه. يعني بس اول هي بتساعدني على الهضم، يعني انا بحس ان انا الاكل كده، حتى يعني يقول لك ده انا شربت كوبايه كده بعد الاكل، حسيت ان انا هضمت ولا كاني خدت كيس مهضم. يعني الدقيق الابيض والسكر، من ضمن مكونات الكحك البسكوت والحاجات والكحك دي كده، والغريبه. والحاجه الساقعه اللي فيها سعرات حراريه جميله جدا يعني، وسكر برضو وسكر كتير. ودهون. كل ده كده حضرتك بتاخديه في يعني دقيقه مهم. وتقولي لي مهضم؟ لا، مم. لا خالص يعني. الحاجه دي ما بتهضمش الاكل. لا، طب ايه ليه احنا بنحس ان لو كان اكله تقيله بتدي احساس مؤقت بالراحه، ولكن الحاق الضرر بالجسم البشري بعد كده اكتر. يعني راحه، نقدر نقول راحه مؤقته مزيفه. او راحه مزيفه، بالظبط بالظبط صح كده، بالظبط يعني بالظبط. الواقع ان هي مش بتخلينا نهضم لا لا او لا يعني. لا لا لا، مم. احساس مؤقت بالراحه ان انا بهضم ان انا كويس، ولكن اثارها الجانبيه تباعا بعد كده مع الوقت اكتر. حتى لو انا خدت اللي هي نص صحيه البيضه دي، برضه لو خدت اقل ضررا من الثانيه، بس برضه برضو لازم يبقى فيه نوع من بالظبط. الاعتدال. بص، ده مريض الرجوع للطبيعه، حتى العصاير المعلبه ما دي نفس القصه. مهم. حتى عشان كده نقول العصاير البيتي اه. وبدون سكر. ويا سلام لو انا خدت فاكهه فريش زي ما هي كده من غير اي سكر من غير حاجه، افضل وافضل. عشان كده مهم. دايما الرجوع الى الطبيعه. هو ليه زمان كان الانسان القديم ممكن يسارع الحيوانات ويعمل مش عارف ايه في الغابه والكلام كده؟ مهم. عشان كل حاجته طبيعيه 100%، صح؟ اه طبعا، بياكل ده من اكيد. الارض وبيشرب وبيتحرك وبيمارس رياضه خلاص. عشان كده كانت صحته قويه جدا جدا، وكانوا بيعيشوا كتير، بيعمروا في الارض، وكان بيسارع الحيوانات وهكذا. انما احنا دلوقتي الدنيا لا، كل ما هو يعني ضار بننتهج اللي احنا نسلك هذا المسلك. طيب احنا يعني في رمضان مش متعودين على كم الرمرامه اللي احنا بنرمرمها، اوكي؟ بس انا بعد الغدا بلاقي ناس تقول لك احنا ما بنعرفش نتغدى الا لما بعده لازم احلي. امم ما هو انا لازم الحلو ده انا اتعودت. امم انا مش هاكل كم، بس ممكن اخد لي كحكايه، امم اوكي، او اخد لي بسبوسه بقى وحاجات يعني امم البسيطه دي. امم هو ايه اخبار التحليه بعد الاكل؟ طيب، هو ايه مكونات الاكل؟ كربوهيدرات، دهون، بروتين، فيتامينات. مش هنا اي اكل اكله يبقى فيه ده. لو احنا فرضنا ان انا بتغدى، الطبق بتاعي فيه مثلا رز وفيه خضار وفيه لحوم وفيه سلطه، كويس؟ مهم. اخدت انا كميه الكربوهيدرات المطلوبه في الرز، اه. كويس؟ واخدت السعرات الحراريه بشكل معين من الرز، مم. واخدت الخضار اخدت منه نفس القصه، واخدت بروتين، اخدت البروتين من اللحوم، واخدت فيتامينات من السلطه. انا كده اخدت وجبه غذائيه كامله فيها سعرات حراريه مطلوبه، واخدت المطلوب من كل مكون من مكونات الاكل، كويس؟ طيب لما اجي اخد الكلام اللي انا احلي بعد الاكل، يبقى انا كده باخد سكريات ودهون مضافه اللي انا اكلتها في وجبه الغداء الاساسيه. يبقى مهم. اخدت سعرات حراريه اكتر، مهم. اخدت نشويات اكتر، اخدت دهون اكتر. يبقى انا هألحق الضرر بالجهاز الهضمي. ولو مارست الموضوع ده بشكل مزمن، ان ممكن كميه الدهون اللي فيها تترسب في الاوعيه الدمويه تعمل تصلب شرايين، اه طبعا. وممكن كميه النشويات تترسب في الكبد تعمل كبد دهني. مرضى ممكن القلب لازم يخلوا بالهم قوي في العيد طبعا 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 يعني من اكلاتهم، يعني احنا ما بنحرمش، ولكن من حقهم يدوقوا بس بكم بسيط يعني، بكم ولا ايه؟ بسيط. وفي نقطه كمان مهمه جدا 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 يعني نلفت النظر ليها، اه. مرضى الكبد. اه يا دول برضه جماعه ربنا خلي يعينهم. بالكم، مرضى الكبد واللحوم. مم. آه، في حاجه مدام رينيا اسمها مريض الكبد او تليف الكبد غير متكافئ. اه. يعني ايه مريض كبد غير متكافئ؟ يعني مصطحب مع مضاعفات زي غيبوبه كبديه، زي دول استسقاء يعني بتبقى بتجويف حالتهم البطن، صعبه قوي. بالظبط كده. المريض ده بقى يبقى فيه عدسه كده من المقربين ليه، ويحطوه تحت العدسه. ليه؟ لان المريض ده لو اكل لحوم اكتر من 100 مللي جرام لحمه بشكل
فجائي بتزود ماده الامونيا في الجسم. زياده نسبه الامونيا في الجسم بتعمل غيبوبه كبديه. عشان كده دايما العنايات المركزه والزملاء الاطباء العنايه في عبر القطر دايما المصري اول يوم العيد ده معروف بيبقى على القصه دي، فكره يقول لك مشاكل كبيره قوي. برافو عليك، يقول لك احنا كده معروف العنايه المركزه بتاعت في العيد الفطر وعيد الاضحى مريض الكبد بيخش في غيبوبه كبديه، او بيخش لا قدر الله ممكن من لو اللفظ حضرتك قلتيه كده الرمرامه بتاعت مريض الكبد بشكل كبير ممكن يعمل حاجه اسمها دوالي مريء. دي في حد ذاتها يا جماعه خلوا بالكم بالنزيف بقى وكده، وكده دموي وبراز مدمم وبيحتاج ربنا يعافيكم يا رب. بالظبط. فدي فئه خاصه جدا يعني نخصها بالذكر، ان هو بلاش اللحوم، الافراط في اللحوم من مريض الكبد الغير متكافئ، او بلاش خالص في التوقيت ده، لان الناس بتبقى يعني طب عيد معلش اديله جزء، طب انت كده بتضره وما تنفعوش. خلينا نقول ان يمكن اللحوم ده في لما بنذبح بقى الخرفان والكلام ده كله، هو الاهتمام في عيد الفطر بيكون اكتر في الكحك والبسكوت والبيتيفور، يعني هو ده اهتمامنا اكتر. وكمان بيبقى الاهتمام الاكتر بقى احنا زهقانين من اللحوم، فهي بقى عايزين بالليل كده نديها بقى فول وطعميه بقى الحلوه والبتنجان وندبها من الاخر. يعني خلينا انا بطالب الدوله المصريه لو حد ما اكلش فول بشكك في هويته المصريه، دي مش عاوزه يعني كلام. بص احلى اكله ممكن تلاقيها في الدنيا في حياتنا احلى من اللحوم الفول والطعميه والبتنجان، دي احلى حاجه صدقني. خلينا نقول ان الفول مكون بروتين نباتي، والمفترض ان هو ممكن ناكله بشكل امن جدا وصحي جدا من غير ما يلحق الضرر بينا. ورحمه الله عليه الفنان الجميل سمير غانم يعني كان بيقول من يعني الواحد ياكلها يدبها ايوه بالظبط كده. فما فيش مشكله بس ناكله بشكل امن وشكل صحي. طب ينفع ان انا اول يوم العيد يعني ناكل بقى احنا والاسره بالليل كده فول والطعميه دي انا عارفه ان هي بتبقى متعبه وبتحمى على القلب جدا بقى. ليه بقى؟ هقول لحضرتك، خلينا نمسك حاجه الفول مش يعني ممكن ان احنا الزيت او السمنه البلدي لو احنا قلنا بقى كده ممكن احطه على الفول كده على وضعه كده بالظبط. انت حضرتك قلت ده اصح حاجه بالظبط. اعصر شويه ليمون، شويه بهارات، ما فيش مشكله، ما نكترش يا جماعه من البهارات، لان البهارات على فكره عشان في ناس فاكره ان هي مفيده، لا بتتعب المعده لابعد الحدود. صحيح. فبهذا الشكل انا كده طبق فول امن مع عدم الافراط في الكميه. انما بقى ايه، حط مش عارف في الزيت، اقلب الفول، حط زيت حار، حط طحينه، حط حاجه يعني كده ايه، لا بلاش والفول ابو صلصه الجميل ده اللي بيتعمل ما احنا كده نتخانق بقى، لا خلينا من الطبق الاولاني البسيط، طبق فول شويه سمنه بلدي او زيت عليهم فوق، سنه كمون، سنه فلفل اسود بس بالظبط كده. الطعميه فاكره مدام ريليا امهاتنا زمان كانت بتعمل الطعميه في البيت صح؟ كنا بنجيب العجينه، كانت والدتي رحمه الله عليها تجيب العجينه وتعملها عشان تطمن ان الزيت نضيف. برافو عليك. اولا انا مش بعيب والله في المطاعم، بس لا هي على احنا اتربينا على كده. صحيح يعني صحيح. يعني اتمنى ان احنا ننهج هذا النهج. ليه؟ بالظبط. اولا انت ضامنه الزيت بتاعك صح؟ ضامنه الفول النظيف اللي حضرتك عملتيه بيه، ضامنه ان حضرتك الهايجين بتاعك مظبوط، انت غاسله ايدك كويس وظبطه حالك كويس صح؟ ده ما اضمنوش، وبتعمله بدرجه السوى اللي هي عايزاها، لا ناشفه ولا طريه. بالظبط كده. ناكل مع عدم الافراط برضه، عشان في زيت وفي فبرضه اكل. ما اقول احنا اصل احنا مش عاوزين نحرم الناس، يعني احنا مش جايين هنا ان احنا نخوف الناس ونقول ما بلاش تاكلوا، لا 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 خالص، كل بس بكميات معقوله يعني ما نزودش مثلا في الوجبه عن 50 60 طعميه. بالظبط. لا ده حلو قوي، ده احنا كده كويس جدا يا دكتور. يعني واحده او اتنين بالكتير كافيين جدا، مع قليل من الفول ما فيش مشكله خالص. تمام. طيب دكتور، انا بلاحظ برضو حاجه يعني جامده جدا، بالليل بقى قبل العيد كده يبتدوا يروحوا الاجزخانه وعايزين علبه مهضم من غير دكتور ومن غير اي استشارات، وبعد الغداء هجيب لك مهضم انت محتاج. السؤال ده بقى موجود في العيله على طول، كثره استخدام المهضمات وتاثيرها على المعده. السؤال الأهم هو أنا ليه بستخدم المهضم؟ أنا اتعودت إن بعد الأكل ما بهضمش غير بيه. يبقى حضرتك بتاكلي غلط صح؟ لا أنا بقول لك الكلمة اللي ما أنا بقول لا ما أنا برد برضه احنا يعني يبقى إذا الأكل بشكل غير صحي
هو اللي هيعمل عسر هضم اللي هيخليني احتاج المهضم. طب لو انا اكلت بشكل صحي واكلت كل اللي انا عاوز اكله بشكل مفتوح، على فكره عارفه حضرتك مرضى السكر ومرضى الكبد انا بالنسبه لي انا في المرضى بتوعي بتعامل معاهم كده. مريض السكر على سبيل المثال ما بمنعوش من اكل كل حاجه، كل بس بلا استثناء، باعتدال، بس بالعقل بنحدد الكميات، بنحدد امتى ياكل امتى ما ياكلش، ده بلاش دلوقتي وهكذا. مريض الكبد حد اللي احنا لسه قلنا عليه اللي هو بيخش في غيبوبه كبديه، بديله بروتين حيواني بس بديله من 60 ل 100 مللي جرام مرتين في الاسبوع، يبقى حاجه مدروسه ومعروفه واتعمل عليها دراسات كتير. انما الاكل بعشوائيه ده اللي يتعب. عشان كده ان احنا المفترض لما باكل كل الانواع بشكل امن وصحي وبخطوات طبيه مدروسه ومعروفه، بنتهج هذا النهج. انما انا بلخبط في الاكل وبلخبط في الكميه وبلخبط في النوعيه وبعمل اكل غير صحي، لا خلاص اكيد هحتاج مهضم. ولو احتجت مهضم بشكل متكرر يبقى اذا انا عندي مشكله مزمنه انا اللي دخلت نفسي فيها. ايهما اولى، ان انا اصلح من النمط الغذائي وما تستخدمش المهضم، ولا اكمل بهذا الخطا المستمر واستخدم المهضم؟ اعتقد ان انا لما بالظبط انتهج النهج الصحيح في النظام الغذائي مع عدم استخدام المهضم. هل ممكن ان معدتي تتعود على المهضم؟ هل احساسي ان انا عايزه المهضم كنوع من التعود، ان انا عودتها ان هي ما تهدمش من غيره؟ خليني اقول لحضرتك اولا ان كل الادويه مواد كيميائيه في الاول وفي الاخر، فالاقلال من استخدامها حاجه كويسه. لان اي ادويه اما الجسم البشري بيتخلص منها اما عن طريق الكبد واما عن طريق الكلى، فالافراط منها هيتعب ده سواء ده او ده رقم واحد. رقم اتنين ان الاولى زي ما اتفقنا ان انا ما استخدمش الاكل بشكل يخليني احتاجه. النقطه الثالثه والاهم ان الموضوع فيه عامل نفسي. ما انا بسألك يعني بالزبط. انا بلاحظ ناس هي مهما تعمل حتى لو اكلوا صحي لا هم عايزين دواء المهضم. عارفه لما يجوا يصنعوا دواء جديد دايما بيشوفوا تأثير الدواء ده او كفاءته، بيحطوا مقابل هذا الدواء دواء فنكوش كده اسمه بلاسيبو، يعني مش ملوش مكون. ايوه. وبدي مثلا 10 مرضى الدواء الحقيقي والدواء الفنكوش البلاسيبو ده كويس، يشوف تأثير ده عليهم. وجد ان جزء كبير من المرضى يقولوا احنا ارتحنا مع ده والده. ده دليل على ايه؟ القصه نفسيه بالظبط. فممكن عشان كده يقولوا لك لو انت مقتنع بالدكتور الدواء هيفيدك، لو انت مش مقتنع حتى لو مديك احسن دواء في العالم واحدث دواء انت مش هتخف. صحيح بلا شك في الاول وفي الاخر الطبيب بيكون قبل ما يكون اي حاجه بيكون يعني الجانب الانساني والتعامل مع المريض بتاعه غايه في الاهميه. انت ممكن يبقى دكتور ناجح جدا 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 وما فيش الكيمياء بينه وبين المريض بتاعه والمريض مش حابب الموضوع، والعكس صحيح. فكره الادويه اللي انا اتعودت عليها بشكل دوري عبر سنوات، انا ازعم ان القصه نفسيه اكتر منها تاثير الدواء. طيب برضه هرجع، هل استخدام المهضمات بكثره ممكن تؤثر على المعده؟ 100%. ازاي؟ هقول لحضرتك ازاي. لو حضرتك عند حضرتك ابن حضرتك وداخل امتحان كويس، حضرتك ممكن في ايدك ان انت ترفعي سماعه التليفون تقولي للجنه او رئيس اللجنه لو سمحت انا ابني فلان فلاني، اقول لك حاضر يا مدام رينيا حاضر الولد ده بالفول مارك كويس. دي طريقه. الطريقه الثانيه ان انت لا تعالى هنذاكر وهنذاكر المنهج كله من الالف للياء وتخش تحل وجاب الفول مارك. جميل. طيب جينا السنه اللي بعدها نفس القصه، حضرتك كلمتي الو انا مدام رينيا لو سمحت ابني عندك، معلش والله يا فندم احنا مش هينفع خالص. اي مفعول وهو المفترض ان يعني اتعود على ان حد يحل له، ايه اللي هيحصل؟ مش هيحل خلاص، صح كده؟ هيتوقف. نفس القصه كده الجهاز الهضمي لما بديله مساعدات خارجيه من الادويه، ان انا وليكن ملين او مهضم، يبقى انا بعوده ان انا حركه الجهاز الهضمي وحركه الامعاء ما بتتحركش الا بهذا الدواء. طب لما ما اخدوش مش هيتحرك. طب المهضم ما بهضمش الا بهذا الدواء، طب لو ما خدتش مش ههضم. لا، عدم استخدام المهضمات هو الاولى، واستخدام المفرط ليها بيؤدي الى يعني ان تعود الجهاز الهضمي عليها وعدم انتظام عمله بشكل سليم عبر الوقت. تمام. مثال يعني برضو يعني يبسط المعنى دي. عارفه ليه مثلا الاطفال في القرى
ممكن يبقى العادات الغذائيه بتاعتهم سيئه سيئة جدا، جدا، بس الله اكبر سيئه عليهم، جدا وما بيتعبوش، صحتهم زي صح؟ الفل. وممكن تلاقي حد ولادنا يبقى لو كل خيارية من خيارية ده احنا كده بس يعني واهتمام. تلاقيه عي ايه بسرعة الفرق؟ ايه الفرق؟ ان هو ما تعودش على الادويه بس الكتير، بس وده متعود على الحنتفه زي ما بنقولها احنا بالظبط بقى. كده، واصبح التحمل بتاعه اقوى بكتير. طيب، من ضمن الحاجات او الاخطاء او اللي بيفرحوا بقى بيها الرجاله بقى، خلينا نيجي عند الرجاله شويه. النهارده العيد، سجاير وبكم، ايوه واول حاجه تطلب عايز بقى فنجان القهوه المتين. وفي ستات برضه تقول لك انا ما اعرفش اكل لقمه قبل فنجان القهوه ده ما ينزل معدتي عشان افوق بعد كده ابتدي افكر في الاكل. تمام. او في ناس تقول لك كوبايه الشاي برضه، او النسكافيه او الكابتشينو وات ايفر. تاثير كل هذه المواد الكافيين خلينا نقول على المعده لما بتتاخد بعد، مش هقول صيام، لان احنا طبيعي جدا لما بننام كاننا صايمين وبنصحى ناكل، ده برضه صيام. تمام. معدتي وهي فاضيه. طيب خلينا نقول التدخين، يعني مش عايزين نتكلم فيه، احنا مش هنتكلم على التقليدي المعده بس انا هقول بس جملتين يعني كبسولات طبيه سريعه كده. المفترض ان التدخين لوحده بدون ان يصطحب باي عوامل خطوره ممكن يعمل الاتي سريعا كده، يعني ممكن يعمل سرطان في الرئه، ممكن يعمل تصلب شرايين، ممكن يعمل سكتات دماغيه وجلطات مخ ونزيف مخ، ممكن يعمل مشاكل في الجهاز الهضمي، ممكن يعمل سرطان مثانه، فمش عايزين نخوف الناس. وممكن ما يعملش ولكن احنا في حاله من التوقع، ما نعرفش ايه اللي هيحصل. وفي نقطه خطيره مدام دنيا، تاثير التدخين تراكمي، دي نقطه غايه في الاهميه. يعني ايه؟ يعني واحد بيشرب مثلا 5 سجاير كل يوم، يبقى يشرب في الشهر الخمسه في 30 ب 150 سيجاره، صح؟ طيب واحد تاني بيشرب علبتين، يبقى يشرب 40 سيجاره في اليوم، 40 في 30 1200 سيجاره في اليوم. هل ده زي ده؟ اطلاقا. ده لما يوصل لحد معين ممكن لا قدر الله يبدا يخش في المشاكل اللي احنا قلناها دي. تمام؟ يبقى اذا كل ما بقلل، حتى لو مش لو لم يتم الاقلاع عن التدخين بقلل. بالزبط. يبقى انا بقلل التاثير. وبلاش على الريق، يعني بلاش معدتك وهي فاضيه، وبلاش خالص يعني خلينا بص يعني انا ايه، مش هقدر اقول بلاش خالص. طيب. لان في ناس هتقول لك انا ما اقدرش اسيبها، ولكن ارحم معدتك، يعني افطر واشرب سيجاره، ما فيش مشاكل، احنا ما بنمنعش، دي حياتك الشخصيه وما فيش حد هيخاف على حد غير الانسان. صحيح. فمعلش يعني دي تبعهم. كل من يقوم بالاقلاع عن التدخين لازم يبقى جواه اراده داخليه 100%. لو انت جبتي يعني الناس كلها انها تقنعه، ما فيش. لو لازم عنده اراده داخليه. بالظبط. يعني الفكره كلها يا جماعه اللي احنا كنا بنحاول نقولها لكم طول الحلقه النهارده، ان معدتك ده عضو حساس جدا. اتعاملوا معاه بالراحه، كل اللي انتوا عايزينه، ولكن بالتدريج. يعني حتى لو انت عايز تشرب قهوه، عايز تشرب اي حاجه تاكل، بالراحه، خدوها بالراحه. لان دايما المعده يا جماعه لما بتتعب صدقوني جسمكم كله بيتعب. فكل اتبسط، عيش، ولكن اختار الاكل الصحي بشكل صحي. بشكر ضيفي العزيز، نورني النهارده دكتور إيهاب مصباح، استاذ الجهاز الهضمي والكبد بطب عين شمس. بجد سعدت بحضرتك، وكل سنه وحضرتك طيب. سعدت بحضرتك مدام ريني، وكل سنه وحضرتك طيبه والناس بخير يا رب. امين يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، كل سنه وانتم طيبين، ويا رب يكون احلى عيد بيمر عليكم وعلى الامه الاسلاميه جمعاء. وده اخر، يعني دي كده اخر وقتنا في الحلقه. بشكركم وبشكر كل فريق العمل، وحتى نلتقي حلقه جديده، لكم مني كل تحيه.